اليوم نترقب كنا سي، بس يعني اليوم صارت تاليسكا. النصر اليوم يتربع على صدارة الدوري السعودي، ازدحام في المقدمة. فرج عندك النصر اليوم بعد فوز على الاتفاق بهدف مقابل لا شيء، صار الأول 33 نقطة، الهلال الثاني 32 نقطة، الاتحاد الثالث 31 نقطة. يعني ازدحام في ثلاثي المقدمة. بعدهم الشباب الرابع 28 نقطة، والتعاون الخامس 27 نقطة. هذه فرق المقدمة في دوري روشن حتى الآن. اليوم واجه النصر مباراة صعبة مع الاتفاق. بعض الجماهير، أنا شفت اليوم في السوشيال ميديا ردود فعل في الهاشتاج المباراة، جمهور النصر كان يقول هذا مو الاتفاق، هذا صاير منتخب كرواتيا. أرجع أكرر اللي قلته من 3 أسابيع، انتقال صفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو لنادي النصر ستكون محفزة مش للنصر فقط، بل لجميع الأندية اللي راح يقابلها النصر. النصر راح يلعب كل مبارياته في الدوري بنفس الوزنية هذه. تذكر مباراة الشباب، تذكر مباراة الطائي، هذه 3 مباريات من هذا المستوى زي اللي شفته اليوم مع الاتفاق هو اللي بيكون عندك في كل مبارياتك المقبلة، مع الاتحاد في كأس السوبر، ممكن نهائي السوبر، بعد كذا مباريات الدوري عندك في الجولة 15 النصر راح يلعب مع مين؟ مع الفتح في الأحساء، بيلعب معاك الفتح مباراة تاريخية. ليه هذا كله؟ لأنه وجود هذا النجم الكبير في نادي النصر محفز كثيرا للاعبين السعوديين يدون احسن ما عندهم. طيب نجي للاعبين الاجانب. اليوم 37 قناه ومنصه، 37 قناه تلفزيونيه ومنصه، منصه بث رقمي، نقلوا اليوم مباراتين في الدوري، مباراه النصر مع الاتفاق وايضا مباراه الهلال مع ابها. بيجي واحد يقول طيب ليه هم المفروض ينقلون مباريات النصر لحالها؟ لا، رابطة دوري المحترفين تبيع الدوري باكج، ما تجي تختار، تبيع لك باكج. فبالتالي كان الباكج انه يعطونهم كل جولة مباراتين، فبالتأكيد واحدة من المباريات راح تكون مباريات النصر. كل مباريات النصر راح تكون موجودة على البث العالمي للقنوات الأوروبية والقنوات ومنصات البث الرقمي الخارجية، ومباراة أخرى في الدوري. المباراة الأخرى في الدوري راح تكون المباريات الكبرى، الدربيات، الكلاسيكو. فبالتالي راح تكون هذه محفز للاعبين الاجانب ايضا، كل واحد يبغى يقدم مستواه. هو ما عاد الان في دوري في الشرق الاوسط، لا هو في دوري تحت الانظار، وبالتالي كل واحد يبغى يقدم نفسه بشكل اكبر. صراحه يعني حاجه تفرح وتشرف. واليوم منظر الملعب في مرسول بارك وجمهور النصر كيف تفاعله مع المباراه، يعني كانك تتفرج على شيء عالمي. في نص دقيقة كريستيانو رونالدو كيف كان ظهوره الأول؟ بالتأكيد مش الظهور المنتظر له لأسباب عدم انسجامه مع اللاعبين واضح جدا. 2 كارتيرون مدرب نادي الاتفاق، وذكرت معك البارح راح يصعب عليه المهمة، يحاول يخرجه خارج منطقة ال18. خطورة رونالدو تحدثنا مرارا وتكرارا، الآن نسخة رونالدو في ال3 سنوات الماضية داخل منطقة الجزاء، نجح في إبعاده عن هذه المنطقة الخطرة بوضع مارسيل كمان له داخل منطقة الجزاء. وأي لاعب اتفاقي تجده يقاتل في جميع الصراعات الثنائية، بالتالي أعتقد أن أقل أداء رونالدو ما أعتقد أنه راح يكون بهذا الأداء في الجولات القادمة. أبو خالد، أستاذ غرم العمري، كيف شفت ظهور الأول للدون؟ والله طبعا لما نتكلم عن الإضافة كدوري احنا شفنا كيف الحضور الجماهيري، التفاعل مع المباراة قبل المباراة وأثناء المباراة. لاعب كبير، إضافة كبيرة للدوري السعودي، إضافة لنادي النصر. ولكن بالنسبة للمباراة هذه أنا أبو بدر لما الناس تقارن بين عطاء رونالدو زي ما يكون مثلا في المباراة اللي كانت أمام باريس سان جيرمان، لا يمكن أنها تكون نفس الطريقة. إيش لا يمكن السبب؟ عارف إيش السبب؟ السبب انه تتكلم مع لما كان يلعب مع لاعبين في المباراه السابقه، في لاعبين كثير يساعدوه بشكل كبير في داخل المباراه، اضافه انها مباراه حبيه اكثر، رغم مستواها كان عالي ولكنها حبيه. رونالدو لن يجد يا ابو بدر زي ما يتوقعون الناس المساحات السهله في الدوري السعودي. تكلمنا عن قوه الدوري السعودي وتلعب مع لعيبه، واكبر دليل يا ابو بدر لما لاحظت اليوم الكابتن سعد الموسى على ما اعتقد من نادي الاتفاق المدافع، لاعب عمره 20 سنه، ورغم يلعب امام رونالدو اللي كان يتمنى على الاقل انه يتصور معاه في يوم من الايام في حياته يلعب معاه داخل الملعب، لاعب سعودي 20 سنه قدم مستوى كبير في هذه المباراه. لاعبين الاتفاق اعطاهم رونالدو وتواجده امامهم مع نادي النصر، اعطاهم الروح، اعطاهم التركيز من اول مباراه.
حرصوا ما يعطوا رونالدو مساحه. اضافه تتكلم عن رونالدو، تتكلم عن تاليسكا، فاكيد انه اعطاه رونالدو في هذه المباراه لم يكن زي ما توقعنا. وانا بصراحه يا ابو بدر انا اقول لك رونالدو حيعاني في الموسم كله امام اللعيبه السعوديين وامام الدوري السعودي اللي دائما يا ابو بدر المساحات فيه قليله. محمد العنزي يعني لا مثيل لها في الظهور الأول لكريستيانو رونالدو. السيدات والسادة الحضور الكريم، نرجو